السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الفيديو بتاع النهاردة. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي الجمهور المخصص، وإزاي إحنا هننشئ جمهور مخصص. والجمهور المخصص ده بيكون الناس اللي اتفاعلت معاك قبل كده. أنا عايز أقول لك في البداية حاجة مهمة جدا، إن أنت ممكن تعمل إعلان ممول على الفيسبوك ب100 جنيه ويجيب لك 10 عملاء مهتمين، وفي نفس الوقت ممكن تعمل إعلان ب1000 جنيه وما يرجعلكش غير لايكات ملهاش قيمة. الفرق هنا مش في الميزانية، الفرق الحقيقي بيكون في مين اللي شاف الإعلان. علشان كده في الفيديو ده هشرح لك واحدة من أقوى أدوات الاحتراف في الإعلانات الممولة، وهي الجمهور المخصص، اللي من خلالها أنت هتقدر توصل للناس اللي اتفاعلوا معاك قبل كده، الناس اللي دخلوا موقعك وشافوا فيديوهاتك أو حتى بعتولك رسالة. تعالوا نشوف الكلام ده عملي قدامنا. بعد ما فتحنا مدير الإعلانات بتاعنا على الفيسبوك، بنيجي هنا نضغط على الجماهير، وممكن طبعا نجيبها من كل الأدوات، هنلاقيها في الاختصارات فوق، ولو مش موجودة هنفتحها من هنا تحت. بعد ما نضغط على الجماهير هنلاقيه بيجيب لي 3 حاجات. في حاجة اسمها إنشاء جمهور مخصص، وفي إنشاء جمهور مشابه، وفي إنشاء جمهور محفوظ. هنتكلم النهاردة عن إنشاء جمهور مخصص. والجمهور المخصص ده اللي هو تفاعل معاك قبل كده. لو ضغطنا عليها كده هنلاقيه بيقول لك إن أنت ممكن تختار مصدر الجمهور المخصص ده من مصادرك أنت، أو من مصادر ميتا اللي هي الخاصة بالفيسبوك. لو اتكلمنا على مصادرك، أول حاجة بيقول لك أنت ممكن تنشئ جمهور مخصص عن طريق موقع الويب. دي معناها إيه؟ معناها إن أنت تقدر تجيب الزوار اللي دخلوا موقعك الإلكتروني، تقدر تجيب الناس اللي دخلوا على صفحة معينة أنت كنت رابطها بالإعلان بتاعك على الفيسبوك، الصفحة دي خارج فيسبوك، أو الناس اللي دخلت على الموقع بتاعك وضافت منتجات للسلة، أو حتى الناس اللي دخلوا وخرجوا من غير ما يشتروا. طبعا عشان تستخدم الأداة دي لازم يكون عندك فيسبوك بيكسل. بيكون انت رابط البيكسل ده بحساب الإعلاني داخل مدير حسابات، مدير أعمال حسابات فيسبوك. وبتدخل هنا تحط لينك الموقع الإلكتروني بتاعك، وهتكمل في متابعة طبعا، بس احنا مش رابطين موقع او عاملين بيكسل هنا. هتكمل لحد ما ينشئ لك جمهور مخصص، هيجيب لك الناس اللي زارت موقعك الإلكتروني. الحاجة التانية اسمها قائمة العملاء. قائمة العملاء ده لو انا معايا فايل فيه داتا عملاء تفاعلوا معايا قبل كده، وليكن مثلا انا عيادة طبية، وفي ناس جات كشفت عندي على مدار سنين فاتت، والناس دي انا عندي ارقام تليفوناتها او ايميلاتها مثلا. فانا ممكن احط الارقام دي في ملف تكست، وادخل هنا على قائمة العملاء، واضغط على التالي، واقول له مثلا تحميل الملف من الجهاز، واحمل مثلا ملف التكست بتاعي وليكن ده، واضغط على التالي. لو ضغطت على التالي هنا وبعدين ضغطت على استيراد وانشاء، هلاقيه ان هو هيعمل لي جمهور مخصص من ارقام التليفونات اللي انا حطيتها له او الايميلات. طبعا ارقام التليفونات هو هيبحث عن كل الناس اللي الارقام بتاعتها مربوطه بحسابات فيسبوك، ويقدر يعمل لي جمهور مخصص بالناس دي، وانا اقدر طبعا استهدف الناس دي بعد كده في اعلان ممول على الفيسبوك. الحاجة الثالثة نشاط التطبيق. نشاط التطبيق دي معناها الناس اللي استخدمت تطبيقك على الموبايل قبل كده. يعني انت معاك تطبيق على الموبايل، وانت رابط التطبيق ده بالميتا اس دي كي، تقدر بقى تستهدف او تجيب الناس اللي دخلت قبل كده عندك على التطبيق وسجلت او اشترت. وده طبعا بيبقى مهم جدا لأصحاب التطبيقات اللي بيعملوا إعلانات عشان يحفزوا عمليات التحميل والشراء. فأنت تقدر تعمل جمهور مخصص بالناس دي. في حاجة تانية اسمها نشاط بلا اتصال. نشاط بلا اتصال دي معناها الناس اللي اتعاملت معاك أو اشترت منك بس أوفلاين مش أونلاين، يعني خارج الأونلاين خالص. فأنت بتبيع من خلال محلات أو معارض، وبتسجل بيانات العملاء، فبترفعها على الفيسبوك في حاجة اسمها اوفلاين ايفنت سيت. في الحالة دي انت تقدر تربط ما بين مبيعاتك الفعلية والاعلانات طبعا، وتعمل جمهور مخصص للناس دي. الحاجة اللي بعدها اللي هي الكتالوج.
الكتالوج دي في حالة ان انت تكون رابط او عندك كتالوج منتجات مرفوع على الميتا كوميرس. ففي الحالة دي انت تقدر تعمل جمهور وتستهدف تاني الناس اللي شافت منتجاتك او تفاعلت معاها من خلال كتالوج الفيسبوك. يعني الناس اللي شافت المنتج بتاعك، الناس اللي ضافت منتج للسلة، الناس اللي اشترت بالفعل. وده طبعا بيبقى مهم جدا للناس اللي معاها متاجر إلكترونية وبتعمل اعلانات لمتاجر. بس انت لو دخلت طبعا على حاجه من الحاجات دي وليكن الكتالوج مثلا، هيطلب منك المصدر، وانت طبعا مفيش مصدر او انت مش منشئ كتالوج بالفعل وربطه بالميتا كوميرس عشان يقدر يجيب لك الناس اللي تفاعلت معاه قبل كده. ده بالنسبه لمصادرك انت. بالنسبه لمصادر ميتا، اول حاجه الفيديو. هنا بيقول لك انت تقدر تنشئ جمهور مخصص من الناس اللي تفاعلت مع فيديو معين انت نشرته على صفحتك قبل كده على الفيسبوك. فانت بتختار نوع التفاعل، الاشخاص اللي شاهدوا 3 ثواني مثلا على الاقل من الفيديو، او اللي شاهدوا 10 ثواني او 15 ثانية، او 25% على الاقل من الفيديو، او شاهدوا 50% على الاقل، زي ما انت عايز. فانت بتختار نوع التفاعل بتاعك، وهنا بتحدد الايام. يعني انت عايز جمهور مثلا من 90 يوم فاتوا، او من 60 يوم فاتوا، او من 120 يوم فاتوا، زي ما انت عايز. تحدد هنا مثلا 60، وبتكتب هنا اسم الجمهور بتاعك، وبتضغط على انشاء جمهور. بس انا طبعا هنا احنا مش عاملين فيديوهات بالفعل، فبالتالي مش محدد فيديو، فبالتالي مش هينشئ لي جمهور. الأداة اللي بعدها اللي هي نموذج تجميع بيانات العملاء المحتملين. كنا شرحنا قبل كده ازاي نعمل اعلان ليدز او اعلان العملاء المحتملين، اللي هي ان احنا بنجيب ناس وتملى نموذج معين فيه بيانات معينة احنا بنحددها، واحنا نقدر نحمل النموذج ده من خلال الفيسبوك. فهنا بيقول لك انت تقدر تنشئ جمهور مخصص من الناس اللي حملت النموذج اللي تفاعلت مع النموذج بتاعك. فتيجي هنا على المناسبات، بيقول لك انت عايز الناس اللي فتحت النموذج، ولا الناس اللي فتحت النموذج بس ما ارسلتش بياناتها، ولا الناس اللي فتحت النموذج وارسلت البيانات بتاعتها، او انت استقبلت البيانات بتاعتها في النموذج عندك. فانت بتختار واحدة من دول، وطبعا هنا بتختار صفحة الفيسبوك بتاعتك، وبعدين هنا بيقول لك بتختار عدد الأيام. يعني أنت عايز الكلام ده على مدى مثلا 90 يوم فاتوا، ولا 60 يوم فاتوا، ولا 100 يوم فاتوا، زي ما أنت عايز. فبنسيبها مثلا 90. في حاجة تاني هنا برضو أنت ممكن تعملها لو ضغطت على تضمين المزيد من الأشخاص. هنا بيقول لك أنت ممكن تختار فئة تانية. يعني أنت ممكن تختار هنا الناس اللي فتحت النموذج وأرسلته مثلا. يعني أنت بالفعل استقبلت الداتا بتاعتهم. يبقى أنا هنا اخترت فوق أي شخص فتح النموذج، وتحت لما عملت تضمين اخترت الناس اللي فتحت النموذج وأرسلته. لو أنت لاحظت فوق هنا مكتوب أي، معناها إيه أي؟ يعني هو إحنا هيجيب لك يا إما الناس اللي فتحت النموذج، يا إما الناس اللي فتحت النموذج وأرسلته، ده أو ده. يعني لو أنا اخترت الكل هنا، يبقى هيجيب لي الناس اللي فتحت النموذج وأرسلته. يعني لازم يتوافر فيه الحاجتين دول. العميل اللي هيتحفظ ككاستم اودينس أو كجمهور مخصص، لو أنا عملتها الكل هنا، يبقى لازم يكون يتوفر فيه الصفتين دول، إن هو فتح النموذج وأرسل النموذج. وطبعا لو لاحظت هنا ممكن ان انا اضغط على تضمين تاني. فهنا بيقول لي تضييق النطاق بشكل اكثر، قد يكون حجم الجمهور صغير للغايه. عايز يقول لي يعني ان احنا طبعا ما عملناش نماذج بالفعل قبل كده، وما عملناش اعلان ليد على الحساب ده، فبيقول لي الحجم الجمهور طبعا هيكون صغيرا للغايه. طيب، ممكن برضو هنا في حاجة اسمها التجربة الفورية. يعني ايه التجربة الفورية؟ التجربة الفورية معناها الناس اللي فتحوا تجربة فورية في الانستانت اكسبيرينس على الموبايل. يعني لو انت عامل اعلان في صفحة
بتفتح كاملة داخل الفيسبوك، انت بتقدر تستهدف اللي شافها او تفاعل معاها. ده طب هيبقى مفيد لمين؟ ده هيبقى مفيد ان انت تعرض العروض التفاعلية او مثلا صفحات الهبوط الجذابة. يعني انت لو عامل صفحة هبوط وكنت عامل اعلان في الصفحة دي ان هي تفتح كاملة داخل الفيسبوك، فانت بتقدر تعمل جمهور مخصص من الناس اللي شافتها او تفاعلت معاها. بعدين في حاجة تاني اسمها التسوق. يعني ايه التسوق؟ التسوق باختصار الناس اللي تفاعلت مع قسم الشوب في صفحتك. لو انت مفعل قسم تسوق عندك على صفحتك على الفيسبوك، تقدر تستهدف الزوار اللي شافوا او ضغطوا او اشتروا من قسم الشوب عندك على الفيسبوك. طبعا دي أداة قوية جدا عشان تقدر تعمل جمهور مخصص وتتابع العملاء المهتمين فعلا بالمنتجات بتاعتك اللي انت منزلها في قسم شوب. طيب، في حاجة تاني هنا اسمها حساب انستجرام او صفحة فيسبوك. يعني الاتنين تقريبا نفس الفكرة. هنا لو انت عايز تجيب الناس اللي تفاعلت على حساب الانستجرام بتاعك، وهنا تجيب الناس اللي تفاعلت على صفحة الفيسبوك بتاعتك، بتضغط هنا على صفحة الفيسبوك وبتختار الصفحة بتاعتك، وبتختار هنا يا اما الناس اللي سجلت الاعجاب بصفحتك، يا اما كل من تفاعل مع صفحتك، يا اما اي حد زار الصفحة يعني مجرد ان هو فتح الصفحة، يا اما الناس اللي تفاعلت مع اي منشور او اعلان على الصفحة، يا اما الناس اللي نقرت على زر دعوة لاتخاذ اجراء اللي احنا كنا عرفناه قبل كده، اللي هو بيكون مثلا مراسلة او اتصال او واتساب او غيره. يعني الناس اللي ضغطت نقرت بس على الزر دي، الناس اللي ارسلت رسالة لصفحتك، اللي دخلت كلمتك على الماسنجر بتاع الصفحة، الناس اللي قامت بحفظ اي منشور. فانت تقدر تحدد اي جمهور من الناس دي، وتقدر تحدد برضو اتنين. يعني ممكن تختار هنا حاجة وتيجي تعمل هنا بعد ما تحدد طبعا عدد الأيام اللي انت عايز فيها، يعني آخر 90 يوم، آخر 100 يوم زي ما قلنا قبل كده. وعن طريق تضمين المزيد من الأشخاص تقدر تختار حاجة تانية وتضغط فوق هنا الكل، هيقول لك هيجيب لك الناس اللي توفر فيها يعني لازم يكون تفاعل مع الصفحة، وفي نفس الوقت لازم يكون نقر على زر دعوة لاتخاذ إجراء. وزي ما قلنا برضو لو انت خليتها اي كده، يبقى هيجيب لك سواء اي حد تفاعل على الصفحة او اي حد نقر على زر دعوة لاتخاذ اجراء. مش لازم يكون العميل عمل الحاجتين دول. وهنا طبعا تحت بتسمي الجمهور بتاعك اي اسم، وبتضغط على انشاء جمهور. اول ما بتضغط على انشاء جمهور، لما تيجي تدخل على الجماهير هتلاقي فتح معاك بالطريقة دي، بيقول لك في جمهور هنا اسمه كذا، والجمهور ده جاري ملء البيانات بتاعته. طبعا انت ما ينفعش تستخدم الجمهور ده في اعلان ممول غير لما يكون هنا جاهز ويجيب لك الرقم بتاع الجمهور بالفعل. بس طبعا مش هيلاقي، لان احنا ما عملناش اعلانات على الصفحة قبل كده ومفيش جمهور. الموضوع ده ممكن ياخد من 24 ل 48 ساعة تدخل تلاقيه جاهز وتقدر تستخدم الجمهور ده. طيب لو جينا كملنا هنا برضو هنلاقي في ايه تاني. طيب احنا نحذف الجمهور ده لان هو بالفعل مش موجود. لو جينا دخلنا هنا تاني هنلاقي في حاجة برضو اسمها المناسبات. يعني ايه المناسبات؟ المناسبات دي معناها الناس اللي اهتموا او شاركوا ايفنت معين انت انشأته على الفيسبوك. يعني انت عملت مثلا افتتاح او عرض خاص او غيره، في ناس بتبقى مهتمة بالحدث، في ناس اهتمت او تفاعلت، في ناس حضروا الحدث زي، في ناس ردوا على الدعوة بتاعتك. ففي الحالة دي انت تقدر تعمل جمهور مخصص من الناس اللي تفاعلت مع المناسبات بتاعتك، وبتقدر تختار ما بين برضو الحاجات دي كلها. الناس اللي استجابت باستخدام سأحضر أو مهتم،
الناس اللي استجابوا باستخدام سأحضر، الناس اللي استجابوا باستخدام مهتم، الناس اللي زاروا صفحة المناسبة، الأشخاص اللي تفاعلوا على المناسبة، اللي دخلوا دفق شراء التذاكر، اللي اشتروا التذاكر واللي تركوا دفق شراء التذاكر. وبرضو تقدر تعمل هنا تضمين المزيد من الأشخاص بنفس الطريقة اللي احنا عملناها قبل كده. وطبعا ده بيبقى مفيد جدا للفعاليات أو العروض المؤقتة لو انت بتعمل مناسبات كتير وعروض كتير، فتقدر تعمل جمهور مخصص من الناس اللي تفاعلت معاك قبل كده. آخر حاجة معانا هنا هي قوائم المعروضات على صفحة الفيسبوك. قوائم المعروضات دي معناها الناس اللي تفاعلت معاك على منتجاتك في ماركت بليس أو متجر صفحتك. يعني أنت لو عندك متجر منتجات على صفحتك بتقدر تعمل جمهور مخصص عشان تستهدف الناس اللي شافوا أو ضغطوا على منتج معين. وده مهم جدا طبعا لو أنت بتبيع من خلال متجر فيسبوك مباشرة. وكده يبقى احنا عرفنا ازاي ننشئ جمهور مخصص على الفيسبوك، وازاي نقدر نستهدف الجمهور ده في الاعلان بتاعنا. لو رجعنا كده لمدير الاعلانات وجينا ننشئ حملة اعلانية جديدة، فبنضغط مثلا هنا على انشاء. بعد ما بنضغط على انشاء بنختار مثلا اعلان بهدف التفاعل، وبعدين بنضغط متابعة. وزي ما احنا نعمل الاعلان بتاعنا عادي، بنضغط على متابعة تاني، وبنيجي هنا في المجموعة الاعلانية بتاعتنا، بننزل تحت في الجمهور هنلاقي في حاجة اسمها الجماهير المخصصة. الجماهير المخصصة لما اجي اضغط هنا هيجيب لي كل الجماهير المخصصة او الجماهير المشابهة او اللي انا عاملها طبعا. بس انا طبعا احنا هنا مش عاملين اي جمهور، ففي الحالة دي انا ما بكتبش طبعا اي حاجة في الاستهداف ولا العمر ولا الكلام ده كله. انا بختار الجمهور المخصص بتاعي، وبالتالي الاعلان الممول اللي انا بعمله هيروح للناس اللي انا مخصصة هنا في الجمهور ده. كده يبقى احنا عرفنا ازاي ننشئ جمهور مخصص في الحساب الإعلاني بتاعنا على الفيسبوك، وإزاي نستهدف الجمهور ده في إعلان ممول على الفيسبوك مباشرة. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر. وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.